بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده معانا باذن الله من اشهر مطاعم اسماعيليه واجملها، احلى مشويات، احلى طواجن. هندخل عند رضا حلمي وان شاء الله باذن الله جوله كده جميله وسريعه، وهنبدا ان شاء الله ندخل على المحل زي ما انتم شايفين. رضا حلمي طبعا احلى كباب واحلى طواجن، الكفته والحاجات الجميله. ربنا يصلح الحال يا رب. باذن الله يعني هو المطعم في شارع بعد الممر، يعني احنا عند رضا حلمي، يعتبر في سرة البلد. بعد ما نطلع من لو انتوا جايين من الطريق هنطلع من الممر باذن الله وهندخل على طول على يمنا هيكون رضا حلمي، محل شهير. ومعايا طبعا هندخل الاول نسلم على مدير المحل. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا استاذ رضا؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها خير. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه اخباركم بقى وايه الحاجات الجميله باذن الله اللي هتبدانا معاها تدعونا في رمضان بيها ان شاء الله؟ ان شاء الله ربنا يخليك يا رب. ربنا يصلح لك الحال يا رب. ربنا يخليك يا استاذ رضا. ربنا يبارك فيك يا رب. بتمنى من حضرتكم كده التوفيق دايما يا رب ليكم وللمكان كله، وان شاء الله هيبقى لكم فروع تانية قريبا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الاستاذ رضا بيوعدكم بفروع جديده ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اللوجو بتاع المحل جميل ورقيق، تحس ان هو حاجه من اسماعيليه، من اللوجو بتاع اسماعيليه. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. ربنا يكرمك يا استاذ رضا. هبدا بقى اتابع معاكم. معلش جولتي انا مش هدخل على المطبخ كتير، على المطعم كتير، لكن هوريكم قد ايه كميه المشويات رهيبه والحاجات جميله، منتجات نظيفه وناس مشرفه، عماله في منتهى الجمال والذوق والشياكه والاحترام. اهلا بيكم وبسم الله ما شاء الله. حاجه كده بتتكلم عن نفسها. الشوي هنا يا جماعه تحفه، وطعم الكباب والكفته خطير، والموزه، وطبعا حاجات جميله. المطعم محترم جدا، والناس اللي فيه العماله في منتهى النظافه والنظام، حاجه في منتهى الجمال بتتكلم عن نفسها كلها. طبعا مفيش كلام. هناكل لحمه مشويه، هناكل اكل جميل ونظيف جدا، احسن من اكل ست البيت كمان. طبعا هنطلع على رضا حلمي اكيد طبعا، جانين عن التعريف وحاجه جميله. بسم الله ما شاء الله. المكان نظيف جدا والاكل عالي الجوده. مش هقول لكم على طعم الكفته ايه اما اطلع بقى، طبعا هنقول مع بعض كلام كتير ان شاء الله. فانا هطلع دلوقتي، هنطلع باذن الله على الترابيزه بتاعتي. طبعا انا طالبه حاجات وكده، بس انا بوريكم من اول المكان قد ايه جميل ونضيف جدا. بصوا طبعا العائلات في الدور الثاني. المكان نضيف جدا يا جماعه، هتنبسطوا جدا وهتنبهروا بالمكان. في منتهى الجمال، عالي الجوده، مكان في منتهى الشياكه والنظافه، حاجه في منتهى الجمال. طبعا احنا حجزنا ترابيزه 15 ولسه ما نزلش بالاكل بتاعنا. هو بدا بالسلطات، فباذن الله تعالى هتعجبكم وان شاء الله هتنبسطوا بالجوله بتاعتي دي ان شاء الله. طبعا هو نزل لنا الطلبات بتاعتنا احنا، بصراحه يعني الاكل مشهي وجميل، حاجه نظيفه جدا ومحترمه. نزل لنا كباب وكفته وفراخ وطبق بطاطس بالممبار بالحاجات دي. طبعا الحاجات كلها بسم الله ما شاء الله، وكميه سلطات جميله جدا هتعجبكم. المكان نظيف يا جماعه والحاجه نظيفه بجد. انا كست بيت يعني مبسوطه جدا من الاكل، شكله مشهي. هندوق بقى الطعم وهقول لكم برضو ايه الدنيا، ولكم مفاجاه في اخر الفيديو. يا ريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه، وهنتابع مع بعض واحنا كده بناكل. صور المكان كمان كويس.